بالطبع دي كانت احد تتويج لاحد اهداف الثوره، ان النظام الجديد او مصر الجديده يجب ان تقوم على سياده القانون، وان لا احد فوق القانون. يعني وده كان مشهد او بارز، ونامل انه يكون دي مقدمه لتنفيذ اهداف الثوره اللي هي اهم من ذلك، مش بس القصاص وهي تحقيق العداله الاجتماعيه والديمقراطيه، وصلب كل هذا سياده القانون. انا حقيقه يعني شفته يا هشام، شاهدته لمده دقيقتين بالضبط المحاكمه. يعني انا المحاكمات دي هتاخذ وقت، ولابد انها تستمر، ونتاكد انها هتكون محاكمات يعني عادله وناجزه. انما اهم دلوقتي انا بالنسبه لي ان احنا ننظر الى الامام ونشوف، نركز على اهداف الثوره اللي هي ازاي يعني نوفر الحاجات الاساسيه للشعب المصري اللي هو على الاقل 50% منه عايش تحت حد الادنى للانسانيه. يعني لم تثير الي يعني لم تصل اليها مشاعر اخطر من انه هو مثل اي مصري يجب ان يحاكم طبقا للقانون، وننتظر يعني الحكم اللي هتصدره المحكمه. انما كل ما نعمله طبعا ان تكون محاكمه عادله وناجزه. لا الصور طبعا يعني الصور، وهي مصر، يعني مصر لما طلع 15 مليون ما كانت الصور دي مصر كلها طلعت، ومصر يعني والمصريين اذكى من ذلك. يعني اهداف الثوره تتعدى بكثير محاكمه مبارك ورموز. انا يعني هنظر، ما اقدرش اقول خطوه، يعني كونه قدم للمحاكمه بالطبع خطوه جديه، انما كما ذكرت يجب ان ننتظر ونرى سير المحاكمات قبل الثوره طبعا كانت هناك حمله ممنهجه لتشويهي من يوم اما رجعت سنه 2009، لاني ابتديت اطالب بالتغيير. لو يعني تقارن ما كان يكتب في الصحف الحكوميه واجهزه الاعلام كلها في داخل وخارج مصر، بالذات في داخل مصر، يعني طبعا بره ما تغيرش، انما في داخل مصر عني كشخص وقيمه مصريه وخلافه، وبعد ان طلبت بالتغيير والتظاهر السلمي وغيره وتغيير النظام طبعا دي كانت حمله تشويه ممنهجه منظمه من جانب النظام. وللاسف هذه الحمله حتى الان يعني لم تتوقف تماما، لان ولا اعلم لابد ان هناك اجهزه برضو وارجو انها تقف، لانها يعني اصبحت شكلها سيء يعني بتدل على ان لسه النظام لم يتغير، وبعض الوجوه كذلك لم تتغير. لا المعارضه، لا ما فيش تحامل من المعارضه لها وجهات نظر مختلفه، وكل شيء لابد ان نعرف كيف نختلف. انا ليه وجهه نظري وارائي في كيف نتعامل مع كافه الامور، ودي مساله ساستمر طبعا يعني في موقفي طالما انا مقتنع بوجهه نظري. انما احنا شيء ينقصنا في مصر ان نعرف كيف نختلف، وان ننظر الهدف الاكبر من ان نشغل انفسنا بامور صغيره. هشام والله هذا يمكن سؤال توجهه اليهم يا هشام، انما يعني انا اعبر عن ارائي، اعبر عن تفكيري، اعبر عن وجهه نظري، رؤيتي، حلمي لمصر. لا اعتقد ان هذا يخيف اي شخص اذا كنا كلنا بنتفق على اننا لابد ان نبني مصر من اول وجديد. اعتقد ده يخيف اي شخص يضع في مصر يضع يعني مصلحه في مصر في امام اعينه. لا طبعا. انا يعني تقابلت معهم مرتين في خلال من ايام الثوره، كانت مقابلات وديه وطيبه، وعبرت فيها عن ارائي المختلفه، واتفقنا في اشياء واختلفنا في كثير من الاشياء. ويعني هذا كذلك يعني اعتقد انهم سواء اختلفنا او اتفقنا يعرفوا اننا يعني، واعتقد انهم امل انهم يعرفوا، وانا كذلك اقدر ان احنا جميعا نسعى لمصلحه مصر. يعني بالقطع ده يعني لا اعتقد هذا الكلام يوجه الي، وزي ما ذكرت في اي شيء يعني هناك الكثير من الهراء في مصر يجري حاليا، اللي انا ازعجني طبعا ما شفته مثلا بالنسبه للكفايه او يعني مثل هذه الاقاويل. اذا لم يكن هناك الدلائل فطبعا يعني هذا شيء يقلق، لانها دي لغه النظام السابق. لا يمكن ان توجه اتهامات مثلا جماعه مثل كفايه ولها تاريخ وطني بارز، او كذلك 6 اكتوبر بدون ان تقدم دليل. انما اي شيء اخر يعني هناك
ترى كل يوم يعني لسه اكاذيب وتدني خلقي. يعني في هذا الشهر كان هناك قضية مرفوعة ضد الإسقاط بالجنسية وبلاغ للنائب العام لأني أضريت بالصالح العام أو مصالح مصر القومية وإهدار دعوة بإهدار جنسيتي. ده يدل على أن يعني بعد الثورة ما زالت الجرح ينزف، وأعتقد أننا يجب تنظيف الجرح تماما وأن نفتح الشبابيك ليدخل الهواء الطلق لنتخلص من كل هذا ونبني مصر ونستعيد مرة أخرى يا شباب قيمنا التي كانت موجودة في مصر. يعني إذا كان هناك يعني دلائل يجب أن يكون هناك تقديم أدلة على هذا. يعني أنا مصر دورة لها دور محوري بالطبع في المنطقة، وأعتقد أن هناك مصالح من كافة الأطراف، حتى مصالح متعارضة ومختلفة أحيانا كيف تسير مصر إلى الأمام. إنما ما يجب أن نركز عليه إن إحنا يجب أن يكون عندنا ثقة في أنفسنا، إن إحنا يجب أن نبني مصر بسواعدنا فقط، ولا أعتقد أن أحد يستطيع أن يعني يلوي إرادة المصريين. يعني عندما قامت الثورة بالرغم من إرادة أي جهة أجنبية إقليمية أو عالمية. زي ما ذكرت لك يا شباب كان في سنتين من التشويه والكذب والانعدام الخلقي، والآن حتى تحول من عملية يعني خوف وغضب من أنني أدعو للتغيير على عملية انتقام بعد الثورة، واخد بالك. إنما وزي ما ذكرت لك هناك أجهزة ما زالت منظمة لا أعلم من وراءها. إنما يعني عندما أرى أن هذا الحملات تتوقف أعرف أنه مش بس حصل تغيير في الفكر، وإنما حتى تغيير في الأشخاص. يعني لابد أن هذا يتم وأراه قريبا. إنما أنا كنت بأنزل في كل مكان كما تعلم عندما كان لا ينزل أحد قبل الثورة. يعني ورحت الفيوم ورحت المنصورة ورحت مغاغة وكل مكان يعني وسأنزل. إنما لكل حادث حديث. النهارده احنا بنتكلم عن انتخابات رئاسية ستتم يعني أعتقد بعد عام، فلابد أن النهارده في المرحلة الحالية أنا مخصص وقتي يعني محاولة إنقاذ مصر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وبعد ذلك سأبدأ عندما يأتي الوقت حملتي الانتخابية، وستجدني في كل شارع ومع كل مصري يعني كما عملت في الماضي يا شباب. هذا الكلام يعني هناك أشخاص أو أجهزة أو فلول لا أعتقد من أين تأتي هذا يخافوا من محمد البرادعي، لأن محمد البرادعي يعتقد أنه شخص يؤمن يعني لا يعني بمبادئ لن يغيرها، وهي ضرورة الشفافية وضرورة إنشاء نظام ديمقراطي وتمتع الشعب المصري بالحرية والمحاسبة وكذلك العدالة الاجتماعية. يعني هناك كما نرى الآن الكثيرون الذين لا يودوا أن يروا التغيير، فيعني هذه جزء أو يروا تغيير يعني استنساخ للنظام السابق. وهؤلاء طبعا كل هؤلاء والذين كانوا جزء من النظام السابق بالطبع ما زالوا يوجهوا يعني هجوم علي، حتى لو يعني من الأشياء الغريبة أن لا يوجه الهجوم إلا علي أنا فقط. يعني لأنهم لابد أن تتساءل لماذا؟ لأنهم لا يودون تغيير حقيقي. برضه لا أعرف يا شيخ، إنما أنا كنت بأنادي من أول الثورة إن لابد أن الحكومة تكون لها صلاحيات، لأن الحكومة بدون صلاحيات يعني عندنا مشكلة وما زالت إلى حد ما أن مجلس عسكري لديه السلطة وإنما لا يمارس مسؤوليات، والحكومة التي لها مسؤوليات ليس لديها صلاحيات. الوضع يتغير بعض الشيء بعد الشهرين الماضيين، وإنما ما زالت الحكومة في حاجة إلى المزيد من الصلاحيات. إذا كنا بنتكلم عن لسه لمدة عام قبل أن تكون هناك يعني انتقال إلى دولة مدنية وأن يعود المجلس العسكري إلى سكناته، لا نستطيع لمدة عام أن نستمر على الوضع الحالي. لابد أن تكون الحكومة حكومة لها كامل الصلاحيات، كما أذكر دائما حكومة إنقاذ وطني لها تخطط وتجهز وتهيئ للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات إن شاء الله. أخاف من التطرف إنما لا أخاف من التيارات الإسلامية، طالما أن أي تيار يميني إسلامي يساري يود أن يعمل في إطار دستور
في اطار دستور يقوم على ان الشعب مصدر السلطات، في اطار دستور يقوم على ان عدم استخدام العنف، في لا اخاف. انا من كنت اول الداعين الى ضروره ان يكون الاخوان جزء من في العمل السياسي، لانهم فصيل من مصر سواء اتفقت معهم او اختلفت معهم، وينطبق هذا على كل شخص في مصر طالما انه يعمل في اطار الدستور الذي يتوافق عليه كل الشعب، وهو دولة مدنية، وان يكون الدستور هو مصدر السلطات. ولذلك كما تعرف يا هشام، انا دائما وكنت وما زلت اطالب ان اول خطوة يجب ان تكون وكانت يجب علينا ان نفعلها هو ان نضع دستور جديد بالتوافقي يحدد القيم التي ستقوم عليها مصر المستقبل. اي شخص يود ان يعمل في اطار هذا الدستور طبعا من حقه كمصري. الحقيقة لم اقرأ هذا التصريح، واعتقد ان هو نفى هذا التصريح على ما اعلم. انما يعني لكل شخص، ارجع مرة اخرى اقول لابد ان نعرف ثقافة الاختلاف. يعني انا في رأيي انها كان خطأ اننا لم نبدأ بالدستور اولا، وانما كما ذكرت بعد ذلك لابد خلاص اذا كان لا نود ان ندخل في متاهة، وللاسف يعني حدثت عشوائية دستورية ما زلنا نعيشها ونرى تراكماتها. ولذلك انتقلت الى مرحلة اخرى لإصلاح ما بعد الاستفتاء، وهو اننا نقوم بوضع وثيقة تطمئن كل فرد في الشعب المصري، تحدد الحقوق الأصيلة للإنسان، تضع مبادئ يجب ان تسترشد بها اللجنة التي ستضع الدستور، تضع قواعد كيف تكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لجنة تمثل كافة القوى الوطنية وليس تعبر عن أغلبية البرلمانية. وكما يمكن رأيت أنا وضعت وثيقة وطلبت، وكنت عندما كنت في الأزهر رأيت أن وثيقة الأزهر يمكن تكون أساس استرشادي. يعني ما زلت على رأيي أننا أخطأنا في أننا لم نبدأ بالدستور، وإنما لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة. وكما أسمع الآن هناك الفكرة أو النية أن تكون هناك إعلان دستوري مكمل. بالطبع هذا أعتقد أن نحن نحتاجه على الأقل لوضع مبادئ استرشادية للجنة، لوضع القواعد التي اللجنة تقوم عليها اللجنة التأسيسية. ويمكن إذا أراد المجلس العسكري أن يضع هذا الإعلان الدستوري كذلك مرة أخرى على الاستفتاء. يعني الإرادة الشعبية ليس معناها استفتاء واحد، ممكن أن يعني الإرادة الشعبية يكون استفتاء واثنين وثلاثة، طالما أننا نسير على خطة طريق واضحة نحو الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. لا كما ذكرت يا هشام، أنا يعني أخشى والتطرف. يعني لا أود طبعا أن أرى نداءات تؤيد بن لادن بالقطع، ولا ان يعني بعض الشعارات والهتافات. طبعا هذا تطرف، وانما انا اعرف كذلك ان هناك كثير من السلفيين يعني معتدلين في تفكيرهم ومعتدلين في ارائهم، وهؤلاء يجب ان يكون بينهم حوار وبين باقي فصائل المجتمع. يعني عملية الاقصاء لن تؤدي الى مزيد من الخلخلة في التوافق الاجتماعي الذي يجب أن يكون هدفنا يا هشام. لأن بدون توافق اجتماعي وبدون أن نعرف كيف نعيش معا إلى أبد الآبدين سنخسر جميعا.